ثم بعد ذلك راجع أخلاقك مع أهلك. فزوجك سواء كنت رجلا أو كانت امرأة فلا بد أن يراجع كل واحد منكما أخلاقه مع الآخر، وهل هو محسن إليه كما أوصى الله تعالى. وقد قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكل واحد منهما يلزم أن يفي لله بوحده بوصيته بأن يحسن إلى الآخر. والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحقوق بين الزوجين، وبين الله تعالى في ذلك فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة نساءه منها خلق سره منها خلق آخر. وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسن العشرة وحسن التعامل مع النساء، وبين فضل ذلك، وأن خيار أمته خيرهم لأهليهم، وأنه هو صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. ثم بعد ذلك راجع أخلاقك مع أولادك. هل عرفت أنهم أمانة الله لديك، وأنه أول خصومك يوم القيامة إن لم تقم بحقهم، وأنه يجب عليك أن تربيهم فهم امتداد لعمرك وزيادة في عملك؟ هل زدتهم إيمانا؟ هل راقبت أفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم ما داموا تحت يدك وأنت القيم عليهم والمسؤول عنهم؟ هل كان معاشهم من حلال فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به؟ هل كنت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر؟ فقد قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هل تحول بين أهلك وبين نار جهنم في كل المعاصي؟ فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. راجع خلقك كذلك مع الأقربين، مع ذوي القرابة، مع ذوي الرحم. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بساق العرش، فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذلك لك. وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. راجع أخلاقك مع جيرانك، فالجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يحثني على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فلا بد من القيام بحق الجار.